ايه رأيكم نعمل حاجة سريعة كده ترطب على قلبنا في الجو الحر اللي احنا فيه ده؟ ايس كريم الفراولة الطبيعي هياخدكم في حتة تانية خالص. اهم حاجة نصلي على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا هنا كيلو من الفراولة كنت مخزناه في الفريزر، ومعايا كوباية كريم شانتيه، ومعايا كوباية سكر بودر، ومعايا كوباية لبن. بس كده، مش هنضيف اي اضافات تانية. ما شاء الله هيطلع معاكي احلى وانجح ايس كريم، وافضل بكتير جدا من الجاهز اللي بنشوفه بره. وكمان كفاية ان هي حاجة طبيعية وانتي عاملاها في البيت. هنحط الفراولة في الكبة كده وننزل عليها باللبن بس علشان تمشي. وطبعا الفراولة معانا مجمدة، بس مش مجمدة قوي، يعني انا مطلعاها شوية قبل الفيديو علشان تلف معايا كده في الكبة. وننزل كمان بالسكر، كوباية السكر بتاعتنا. طبعا السكر ده حسب الرغبة، احنا معانا كوباية لبن وكوباية كريم شانتيه، واللبن كمان ساقع. فالوصفة جميلة جدا. لو حابين السكر يكون زيادة ممكن تزودوا كمان عسل نحل، مش هيقول لا. عسل جلوكوز برضو بيكون تحفة. بس انا هنا حطيت سكر بودر بالمتاح عندي والموجود عندي، وطلع جميل وخرافي جدا. هنحط الايس كريم في البايركس بتاعنا، ونساوي الوش بتاعه كده علشان يكون متساوي ويدخل معانا الفريزر. وكمان لازم نغطيه، اهم حاجة لازم نغطي الايس كريم عشان ما يعملش معانا كريستالات التلج كده ويبقى شكله مش لطيف معانا. فاحنا هنا بنغطيه بالاسترتش، ونغطيه كويس جدا، ونسيبه بقى في التلاجة لمدة 4 ساعات او يوم كامل زي ما حابين. بس اقل مدة اللي هي 4 ساعات. طبعا احنا لو زودنا بيكون افضل عشان يكون متماسك وماسك نفسه معانا كده. دلوقتي التزيين معايا هنا البسكوت ده بتجيبيه من عند اي حد بتاع ايس كريم، تقولوا له انا عايزه بس البسكوت بتاع الايس كريم، وبتزينيه بقى. معايا هنا شوكليت شيبس، الشوكولاته فارماسيه، الشوكولاته الخام مسيحاها على حمام مائي. طبعا الحمام المائي ده ما بيلمسش الشوكولاته خالص، ده بس مجرد ان بيكون تحتها ميه سخنه والشوكولاته بتسيح معانا. بصوا بقى الجمال، اللهم بارك. الايس كريم طلع معانا تحفه جدا، وانضف واحلى وارخص، وعمل معايا كميه كبيره جدا جدا. وما شاء الله يعني حاجه تفرح جدا ان انتوا تفرحوا ولادكم بحاجه طبيعيه وحاجه مغذيه وضيف عليها لبن وفواكه نظيفه. اهم حاجه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ودعوه حلوه لامي هدى بالرحمه والمغفره. مع السلامه.